سلامي ليكم في كل مكان. النهاردة هنتكلم على الجزء الرابع. كيف إصلاح الاقتصاد المصري أو الخطوات على إصلاح الاقتصاد المصري. قبل ما نقول الخطوة الرابعة هنتكلم في موضوع عرفته سمعته أو النهاردة. إيه الموضوع؟ إن على البحر الأحمر مصر أدت أرض لبلد عربية، وطبعا مش هقول الاسم إيه آه، لأسباب كتيرة خاصة بيا شخصيا وبالشغل بتاعي. يبنوها وبعدين يعملوا فيها مينا ويدوا 50% من الفلوس، المكسب يعني، لمصر. دي الغلطة التانية بعد الساحل الشمالي. اوكي، هقول لكم ليه بعدين هنبتدي في التاني. المفروض الأول هي مصر اللي تعمل المشروع، تصمم المشروع وتبنيه على أساس فايدة تعود على مصر. لكن دلوقتي المشروع هيبنوه على أساس فايدة ترجع لهم. وأنا بقول كده ليه؟ لأن أنا ليا خبرة في حكاية ال ال الشركات اللي هي بتاخد من الدولة أرض عشان تبنيها، وبيحصل فيها إيه. يعني مثلا هقول لكم، مثلا إذا النهاردة أنا قررت أبني 1000 فدان، حديقة عامة فيها لعب للعيال ومش عارف إيه وبتاع، يعني زي ديزني لاند كده مثلا. بقدم الرسم كله للحكومة، هيحصل ايه بالظبط، وهقدم لهم ليه هتتبني في الحتة دي بالظبط، وهقول لهم ليه انا عايز الحكومة اشتري الارض منها. انا بتكلم طبعا على حاجة جوه البلد، في بلد تانية ده موضوع تاني، والحكومة توافق وبعدين يتبني المشروع. يعني مثلا لو عايز اعمل نفس المشروع في المكسيك، هقدم للحكومة المكسيكية كل اللي ممكن يتعمل والأرباح قد إيه ومش عارف إيه وبتاع. في دولة أجنبية زي المكسيك، المكسيك ما تقدرش تشتري أرض لأنها دولة تانية، فبيوافقوا على المشروع وبيدوك 100 سنة تستخدم الأرض. هم مش عليهم كنترول على اللي أنت هتعمله، طالما أنت قدمت لهم اللي أنت هتعمله إيه هم وافقوا عليه، يسيبوك تبني زي ما أنت عايز في حدود الرسومات اللي عندهم. اوكي، بعد 100 سنة في مناقشة تانية. ليه بيعملوا 100 سنة؟ 100 سنة مدة طويلة. الشركة لما تدفع ملايين ولا بلايين عارفة إن الفلوس دي هترجع في ال100 سنة الجاية، والحكومة عارفة إن الأرض دي بتاعتها مفيش إشكالات. وبعدين الحكومة عارفة كويس قوي إن هم مش هيبنوا غير اللي هم قالوا ليه للحكومة. ولو قرروا يبنوا حاجة تانية فبرضه بيقدموا للحكومة والحكومة هتشوف. في الوقت ده بقى ايه؟ لما الحكومة بتوافق على حاجة هتعمل فايدة لبلدها هي. لكن اللي بيعملوه في مصر بيقدموا حاجة كده للأرض للشركات، فالشركات دي أو الحكومات، مش عايز أقول تفاصيل كتيرة، بتعمل المشروع إن هم اللي يكسبوا إيه، هم أهم، وبعدين تيجي مصر نمرة 2. فطبعا ده موقف مختلف للي بيعرف تجارة وبيعرف تجارة عالمية. على طول هيعرف إن دي حاجة مش مفروض تحصل، مش مفروض. وبعدين لما احنا بنتكلم مثلا اخواتنا العرب واخواتنا مش عارف ايه، احنا بنقول اخواتنا لكن هم ما بيقولوش كده. انا عارف كويس يا عالم، احنا في نظرهم مصريين، ما احناش عرب.
لو احنا عايزين تقول قومية عربية، واحنا مجانين ما لهمش دعوة بينا، لكن بيستفادوا من أرضنا وبيستفادوا من بحرنا. خلاص، ده اللي أنا عايز أقوله، التعليق على اللي حصل من كام يوم ومصر بترقص عليه 23 مليار دولار. بالمناسبة 23 مليار دولار دي ما أعتقدش هتتعمل ب 23 مليون دولار، هتتعمل أقل من كده. بس المهم اللي حصل حصل. لما نرجع بقى لخطوات إصلاح الاقتصادي في مصر، الجزء الرابع إيه هو الجزء الرابع؟ السياحة الدينية. دي بقى هنا دي أكبر مشكلة في مصر أو هتواجه مصر. فقبل ما أتكلم على السياحة الدينية لازم أقول لكم حاجة. آه، أغلب العالم عالم مسيحي، يعني بيؤمن بالسيد المسيح. دي واحد. نمرة اتنين، حتى الهنود وغيرهم أيوة ما بيؤمنوش بيه كمثلا إله ولا كنبي، لكن بيؤمنوا بيه كراجل كويس ويستحق الاحترام ويستحق إن احنا يعني نعمل له الميلاد والقيامة والحاجات دي كلها. بيحتفلوا بيها لأن بيبصوا له عن راجل كويس وخلاص. ده يعني يبقى السياحة الدينية. وبعدين في ناس كتيرة خالص حتى مع لا دينيين يعني عايزين يشوفوا ايه هي حكاية السيد المسيح. ففكرة ال 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 السياحة الدينية، معلش بعد وقت أنا دماغي بتفكر إنجليزي فبحاول أترجمها عربي. السياحة الدينية هنا بقى في حاجتين في السياحة الدينية. أول حاجة قبل ما أقول السياحة الدينية، علاقتنا بإسرائيل إيه؟ علاقة طبعا فرستد، علاقة ساقعة باردة، لكن في علاقة. فالسياحة الدينية، وده رأيي الشخصي، آه، بعد عملت دراسة صغيرة طبعا مش كبيرة، لأن أنا يعني حاجة مش بتهمنيش شخصيا في الوقت الحاضر إن أنا أفكر فيها، وفي الحقيقة مش هفكر فيها لأن الأوضاع السياسية في مصر ما تسمح لهاش. anyway. آه، نرجع مرجوعنا. عشان تعمل سياحة دينية، السياحة الدينية الناس عايزة تشوف إيه؟ عايزة تشوف حاجات دينية قديمة. فمثلا لو اتكلمنا على دير سانت كاترين اللي هو من إحدى الغباء إنهم عاوزين يبنوا حواليه بنايات للناس تيجي بتاع ده. كل البنايات دي بصراحة يعني كلام فارغ، وأنا هقول لكم ليه لما نوصل لها. مشكلة الدير بتاع سانت كاترين، خلينا نتكلم كده على طول ستريت فورورد، بصراحة نهائية مشكلة دينية. الدير ده موجود من زمان خالص. لما دخلوا المسلمين مصر سابوه في حاله، وبعدين لما العرب ابتدوا يساعدوا الجماعة اللي هم قاعدين في الدير بنوا لهم جامع جوه الدير. فالعملية كانت ماشية كويسة خالص لغاية الحكومة الجديدة ما جت وقررت إن هذا دير أجنبي عايش على أرض مصرية. أول حاجة، الدير على أرض مصرية، ما بقولش لأ. اللي قاعدين فيه أجانب، ما بقولش حاجة، لكن ده دير عالمي وبقاله 1400 ألف إيه 1000 2000 سنة قاعد بالشكل ده. يبقى نستغله، لكن ما نعملش نشتكي وما نشتكي. كل الكلام ده كلام عشان خاطر آه، التعصب الديني في مصر. ده ما فيش غير كده. الدير ده كان بيجي له مليون واحد كل سنة، وكان بيعمل فلوس والناس عايشة مبسوطة. مشروع كويس تقوموا وتحاولوا تهدوه بدل ما تبنوا مشاريع تانية زيه كده. أنا قلت الكلمة دي للحق. وبعدين بقى هنتكلم على السياحة الدينية. السياحة الدينية
دي سياحة مسيحية 100%، وطبعا هتسبب إشكالات كتيرة لمصر في الوقت الحاضر، لكن ممكن نحل الإشكالات دي سوا. تبتدي منين؟ السياحة الدينية المفروض تبتدي من إسرائيل، تبتدي من المكان اللي اتولد فيه السيد المسيح، وبعدين تمشي خطوة خطوة. وطبعا في تفاصيل كتيرة أنا لو قعدت أتكلم فيها هتاخد ساعات. والمواقف اللي وقف فيها السيد المسيح لغاية ما وصل مصر معروفة، وإذا المصريين مش عارفينها أنا مستعد أقولها لهم لأنها موجودة في كل الكتب الأمريكانية أو الإنجليزية، موجود الخطوات بالتفصيل. خلاص. آه، فاحنا عشان نشجع السياحة الدينية، قبل ما أقول كده كمان نسيت أقول حاجة. الكنائس بتاعت العالم كلها بتعمل رحلة دينية كل سنة، فبيروحوا فين؟ بيروحوا إسرائيل. فإسرائيل بتعمل ملايين الدولارات من الناس رايحة تتفرج على الدين في إسرائيل، كنيسة القيامة ومش عارف إيه والكلام ده كله، لكن ما حدش بيجي مصر. فالناس دي عاوزين نجيبها. اوكي، دي ملايين. يعني انا السياحه الدينيه ممكن تجيب لمصر اتليست 15 ل 20 مليون نفر في السنه. ليه؟ هقول لكم. لان مبنيه على الدين. الدين عموما ايموشن. ف يعني انا ب... ب... يعني بيبعتوا لي ايميلز كتير قوي في رحله لاسرائيل، هنزور بيت المقدس ونزور مش عارف ايه وبتاع، والمعابد اليهوديه وبتاع، لان ده كله من اللي هم كلهم بيتكلموا طبعا عن ناحيه من الناحيه المسيحيه، لان الناحيه الاسلاميه ما بتهمهمش خالص. فاحنا مع اسرائيل نشترك في السياحه الدينيه دي ازاي؟ الاماكن اللي هي زارها المسيح في اسرائيل دي اللي هم موضبينها تمام التمام، يعني على زي ما بيقولوا في مصر سنجة 10. بس بقى احنا ايه عايزينهم بعد ما يبتدوا بقى الرحلة لغاية ما وصل مصر، المواقف اللي هيقف فيها السيد المسيح معروفة، فدي نعملها جزء منها زي ازاي كانت ايام المسيح، ونوريهم لو كنا احنا يعني يعني احنا مثلا صحيح عايزين نعمل بقى فلوس، اه نعمل زي مش عارف اقولها بالعربي، يعني زي تمثيليه المسيح مع شايل الولد الصغير والعذراء وماشيين ويتفرجوا على الحكايه دي بتذاكر جوه البتاع، او نعمل زي متحف وفي بتاع. وبعدين دي بقى حته مقدسه اللي هو فيها السيد المسيح. نبني مباني مش زي ما عاوزين يبنوها في دير سانت كاترين، بيوت ومش عارف من عمارات لا 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 لا. عاوزين نبني مباني شكلها شكل المباني اللي كانت موجودة أيام ما جه المسيح. من جوه ممكن تكون فخمة وكل حاجة، لازم تكون، لأن الناس مش هتقعد على لمبة سهاري، لكن الخارج بتاعها لازم يبقى ماشي مع الجو بتاع السيد المسيح لما كان موجود. يبقى ده اليوم الأولاني في الرحلة وقف السيد المسيح هنا، مشي تاني اليوم التالت الرابع وقف هنا، نعمل نفس الحكاية، يا نعملها زي تمثيلية احنا بقى جوه الأرض والمسيح موجود وماشي بتاعه، أو نعملها زي متحف ونحط تماثيل للسيد المسيح على شايلة أمه وراكبين على حمار سيدنا يوسف جره، والحتة اللي حواليها برضو مرة تانية نبنيها زي ما كانت أو زي ما نتخيل إنها كانت. وطبعا من جوه تكييف كهرباء ومش عارف ايه وبتاع، لكن من بره الجو كله عاوزينه، والمحلات اللي هتبيع كله في ال في في قبل الميلاد
whatever 20 سنة 30 سنة. وطبعا هنبيع بقى حاجات، وبعدين يعني عايزين نحاول ان احنا نعملها في مصر بدل ما تيجي من الصين. آه، وبعدين مثلا وصل لغاية بلبيس، ووصل لغاية مش عارف فين وبتاع، فالرحلة هتاخد مثلا 15 يوم. يبقى احنا ضامنين ان الناس اللي هي جاية دي هتدفع فلوس لمصر 15 يوم، زائد الناس اللي رايحة اسرائيل هتيجي على مصر عشان تكمل رحلة السيد المسيح. اكسكيوز مي. ده هيعمل مبالغ خطيرة. وبعدين بقى لما نيجي نبني الحتة اللي فيها السيد المسيح ونبنيها بالجو، احنا اللي نصممها او نصممها مع مصممين عالميين، لكن هتتبني بمصريين. الاجانب اذا كان عرب ولا اي حد مش مهم، اللي هيدفع فيها يستثمر، ده مستثمر ساكت. يعني معناه ايه؟ ان احنا هنقدم له اللي احنا هنعمله وهو يستثمر، لكن ملوش كلمة على اللي احنا هنعمله، لان دي ارضنا ودي استثماراتنا، وهو بيستثمر فيها. فما فيش حاجة اسمها نديله 50% من الارباح ولا بتاع، لا. لو البناية دي ولا المنطقة دي اللي هو استثمر فيها عملت مثلا $1,000,000 في السنة، استثماراته مثلا هتبقى 200,000 ولا 300,000 حسب المناقشة. وطبعا دي عايزة ناس بتفهم، مش ناس بس تدي الأرض ويقول لك ابنيها، يعني دي عايزة متخصصين. خلاص. المشكلة بقى هنا هتبقى إيه؟ هل مصر في الوقت الحاضر آه، مصريين يرضوا يشتغلوا في الحتت دي؟ اه، بعضهم هيرضى غصبا عنه وبعضهم مش هيرضى، لكن المفروض ان كل الناس اللي هتشتغل يعلموها ان دي ناحية دينية، انت مش مطلوب ان انت تعترف بيها، مش مطلوب تصدقها، لكن الناس اللي جاية بشعور انها هتشوف الحتة دي، ما تحاولش تفسد عليهم التمتع بيها. ولو في مصريين هيجوا يعملوا مشاكل، الله معهم، يقعدوا زي ما هم يصلوا في اللي هم عايزين يصلوه، يعينوا ناس غير مصريين ويعينوا مثلا ناس مسيحيين، و... لأن الحتة anyway هتتكلم باللغة الإنجليزية 90% منها. وبعدين المصريين اللي هم، وأنا قابلتهم وشفتهم، اللي هم يعني مسلمين برضو كل حاجة لكن مش متعصبين، دول كلهم بيتكلموا انجليزي بيرفكت، وكلهم بيلبسوا ملابس أوروبية وبينزلوا البحر بمايوهات بيكيني وستاتهم مش متحجبة. يعني الناس دي برضو موجودة، ممكن تشتغل في المناطق دي. يبقى أنا حلت لكم دلوقتي مشكلة الناس اللي هتسكن. لكن هنا بقى حاجة لازم نعرفها: هل الحكومة المصرية جادة ولا ده كلام؟ وبعدين هم يعني مش 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 لازم يبص لها من الناحية الدينية، لازم يبص لها من ناحية إن في ناس السيد المسيح بالنسبة ليها مهم جدا. ولما احنا بقى يعني نكون أذكياء نوريهم مشي فين وراح فين، احنا نعمل فلوس بينهم. ومش مطلوب منا ان احنا تصدق اي حاجة من اللي احنا بنعمله، احنا بنعمله لغرض سياحي. يعني آه في حاجات اتبنت في مناطق وانا شفتها، آه اتبنت لحاجة سياحية. يعني مثلا زي ما دلوقتي بيحاولوا يبنوا في بلد عربية منطقة مصرية سياحية، هم ما بيبنوش طبعا بقدماء المصريين ولا حاجة، لكن دي سياحة، ده تاريخ، توافق عليه ولا توافقش ما تقدرش تغيره. فاللي
إذا مش قادر تغيره، ليه ما نكسبش منه ونعيش كويسين؟ لأنه موجود عندنا. فده الجزء الرابع. الجزء الخامس هنتكلم على الصناعة والتجارة، وإزاي نجيب رأس المال العالمي مصر. دي برضو هتبقى أصعب من السياحة الدينية، لأن دلوقتي الشركات دي هتبقى جوه مصر، و يعني هي مش هتطلب حاجة من الحكومة، لكن الحكومة لازم تبقى يعني ذكية، تعرف الشركات دي عايزة إيه عشان تقعد. يعني مثلا أنا هكلمكم بعدين على الرئيس بتاع أمريكا ترامب، عمال يعمل ضرائب عشان الشركات تيجي، بس الشركات مش هتيجي لأسباب ما اعرفش ان كل هو يعرفها ولا لا، لكن يعني هو راجل اعمال، بس هو الاعمال بتاعته مختصه في البناء مش في التجاره، فلم حوالين الناس كلها اللي هي يعني بتوافق على اللي هو بيقوله. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. ده الجزء الرابع. طبعا احنا قلنا الجزء الاول اللي مش هيكلف حاجه والقاعده موجوده، والجزء الثاني اللي مش هيكلف برضه حاجة والقاعدة موجودة وهنبني عليها، والجزء الثالث وبعدين ده الجزء الرابع. سلام ليكم في كل مكان، وأشوفكم في الجزء الخامس. بعد كده أنا هتكلم برضه من وجهة نظر رجل أعمال على الهوسة الدينية اللي موجودة في مصر، والهوسة الدينية تجاه قطاع غزة وأهلنا هنا وأهلنا هناك. وهتكلم معاكم على رجال الأعمال اللي هم فلسطينيين أو من أصل فلسطيني، وطبعا هم في البلاد الأجنبية هم أصبحوا جزء منها. أنا شخصيا مولود في مصر، مصر جزء من دمي، بلدي، لكن 60 سنة عايش في حتة تانية فتأقلمت عليها. ومش أنا بس، الفلسطينيين اللي عايشين هناك تأقلموا، وناس غيرهم كتير، وهنتكلم في الموضوعات دي كلها بصراحة على قد ما أقدر، يعني لأني ما أقدرش أتكلم بصراحة تامة على كل حاجة في اتجاه مصر، لكن البلاد العربية هتكلم أكتر شوية، لأن المفهوم بتاعهم ابتدى يتغير، التجاري والديني كمان. سلام ليكم في كل مكان، وأشوفكم الحلقة الجاية، وأتمنى خير وسلام لمصر وكل العالم، وأتمنى العالم كله يعيش في سلام وسعادة مع اختلاف أفكاره وعقائده، لأن الأديان دي في جوه قلب الشخص، والمفروض ما تأثر على حياته الشخصية. ما أقدرش أقول لأ، لكن ما تأثرش على الناس اللي حواليه. سلام ليكم.